ركبتك بتوجعك، ايدك بتوجعك، ممكن تفتكر ان السبب خشونة، لكن احيانا السبب ممكن يكون مرض مناعي محتاج لتشخيص مختلف تماما. رغم ان الخشونة والروماتويد بيعملوا ألم وتيبس في المفاصل، لكن هما مرضين مختلفين تماما. الخشونة بتحصل بسبب تآكل في الغضروف اللي بيغطي سطح المفصل، وده بيخلي حركة المفصل بتسبب احتكاك وألم، وغالبا بترتبط بعوامل زي التقدم في العمر او زياده في الوزن او الضغط الزائد على المفصل لفترات طويله. اما الروماتويد فهو مرض مناعي، يعني بيحصل فيه خلل في جهاز المناعه يخليه هاجم بطانه المفصل، وده بيسبب التهاب مستمر داخل المفاصل. طيب ازاي افرق بينهم؟ في الخشونه الالم غالبا بيزيد مع الحركه والمجهود ويقل مع الراحه، وتظهر معاه بشكل شائع في المفاصل اللي بتتحمل وزن الجسم زي الركبه او الحوض. ده غير التيبس الصباحي غالبا بيكون لفترة قصيرة. أما الروماتويد الألم والتيبس بيكونوا أوضح في الصبح وممكن يستمروا لفترة بعد الاستيقاظ، وممكن يحصل معاهم تورم أو سخونة في المفاصل، غالبا بتصيب مفاصل الإيدين والرجلين بشكل متماثل، وممكن يصاحبوا إرهاق عام أو أعراض في أماكن أخرى من الجسم. المشكلة إن التشابه بين الأعراض بيخلي المريض يتعامل مع الروماتويد إنه مجرد خشونة، ده ممكن يأخر التشخيص وبدء العلاج المناسب. عشان كده مهم نفهم ان كل آلام المفاصل ليها سبب، ومعرفة السبب الحقيقي هي اول خطوة لاختيار العلاج الصحيح. لسه في امراض كتير بتتشابه في اعراضها، لكن بتختلف في اسبابها وطريقة علاجها. تابع سلسلة مش كل وجع زي التاني، واكتب لنا في الكومنتات المرض اللي حابب تعرف الفرق بينه وبين غيره في الحلقات الجاية.